السلام عليكم. بتدور على لاب ب 2000 جنيه يشتغل معاك العاب وتصميمات؟ هرشح لك واحد من اللابات اللي هتسد معاك، اللي ممكن تشتغل عليه العاب وتصميمات. واللاب اللي معانا بيجي برامات 4 وعرضه 500 وشاشه 15 و6. عايز بقى اقول لك سيبك من كل اللي انا قلته ده، واي حاجه بتسمعها وبتشوفها زي كده ما تصدقهاش. مفيش حاجه اسمها لاب ب 2000 جنيه هيشتغل معاك العاب وتصميمات. وان الفيديوهات اللي بتشوفها مثلا زي ريلز فيسبوك او اي مكان تاني، او حتى حاجه معمول لها اعلان وحد يقول لك حاجه زي كده ما تصدقهوش. لازم تعرف ان اللي بيتكلم بالصيغه دي هو كل همه انه يبيع وبس، وفي ناس بتعمل كده بغرض ان هو يكون عمل اعلان لنفسه. مفيش حاجه اسمها انك تدور على لاب بيحتاج انك تشتغل عليه اي حاجه جرافيك عالي باسعار زي 2000 او 3000 جنيه. اللي المفروض تعرفوا ان اللابات اللي موجوده في الفئه السعريه دي هي لابات مكتبيه، ومعنى كلمه لاب مكتبي انك تشتغل على اللاب حاجه خفيفه زي الوورد او الاكسل، او انك تشتغل على اللاب شغل اونلاين. في حاجه برضو بيفتكرها الناس اللي بتدور على لاب علشان يشتغل عليه شغل وورد او اكسل، ان هو مفكر ان هو محتاج لاب بمواصفات عاليه، وده طبعا مش صح. انت اي لاب للشغل اللي زي كده هيشتغل معاك زي اللابات اللي ب 2000 وب 3000. ولو عايز اللاب يكون اسرع ممكن تزود له اس اس دي. كل اللي عايز اقوله لك انك تاخد بالك من الفيديوهات اللي زي كده والناس اللي فيها اللي بيعملوا لك من البحر طحينه، وممكن يبيعوا لك حاجه مش مناسبه ليك. ولازم تعرف وانت بتدور على لاب او بي سي هل فعلا اللاب او البي سي ده مناسب ليك ولشغلك ولا لا. ولو انت بتدور على لاب استيراد تحت 20000 جنيه يكون مناسب معاك في التصميمات والمونتاج والحاجات اللي زي كده، هتلاقي حاجات موجوده على القناه زي ديل بريزيشن 7530 و7520 واتش بي زد بوك جي 3. ولو معاك الفلوس اللي تخليك تشتري حاجه فوق ال 20000 ارشح لك انك تشتري حاجه جديده. وهتلاقي مراجعات على القناه لحاجات زي ديل جي 15 5510 و5511 ولينوفو ايديا باد جيمنج 3. ومش شرط طبعا انك تشتري نفس اللاب من اللابات اللي انا قلت عليها، هي كل الفكره انك تعرف المواصفات المناسبه ليك علشانك وانت بتشتري. وبرده لو بتدور على لاب استيراد يكون مناسب معاك للشغل المكتبي وشويه تصميمات خفيفه، هتلاقي حاجات موجوده على القناه. وفي النهايه اتمنى الحلقه تكون عجبتك، وما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات.